انه التحرش ممكن يكون من افراد محيطين بالضحيه، والضحيه عندها شعور بالامان ناحيته. كتير حكوا ان هم قالوا لامهاتهم والام ما رضيتش تاخد أجر. وعلى فكره مش كلهم امهات معتمده ماديا على الاب، في منهم عائلات تقدر جدا انها تسيب جوزها وتبقى مستقله ماديا. عشان احنا بنبص على الحته الماديه بس يا دينا، لكن لو بصينا على الحته بتاعت المجتمعيه، في ستات ما تستحملش لقب انها مطلقه وده حقها. في ستات اللي هو بتبقى بالنسبه لها ما عندهاش التكوين النفسي ان انا ابقى غير معتمده على اللي قدامي. دايما بعض الستات بتشوف ان الاعتماد مادي. مش ده بس يا جماعه، في اعتماد نفسي. في ستات تقول لك انا ما اقدرش انام في البيت ما فيهوش راجل، انا ما اقدرش انام في السرير فاضي. يعني مش لازم يكون سيت اب البيت ان هم كلهم عيله كبيره عايشين في بيت صغير في اوضه واحده. فيلا وعربيات وفلوس وسينيهات، ملناش دعوه بالكلام ده. احنا لينا دعوه بالتربيه والنشأه والسيكولوجيه بتاعتهم كان شكلها ايه. دايما زمان يقول لك ايه، جوز الام. صح. في جواز امهات بيبقوا زي الابهات واحسن، سكن داد هايل جدا وبيخاف عليها وبيحافظ عليها، وفي سكن داد بيبقى هو شخص غير سوي بشكل او باخر، زيه زي لو كان الاب غير سوي.